قبل ما نبدا الحكاية خلي قلبك معايا. والحكاية ديال اليوم ديال حليمة وراجلها اللي كان كيضربها بلا سبب، وهذا الشيء اللي غادي يطرى ليهم ما كانش في الحسبان. كانت واحد البنت سميتها حليمة، كانت ظريفة وحاذقة وذكية، كان كيتضرب بها المثل في الحداقة في الدوار ديالو. حليمة كانت كتعرف الخياطة والطرز، واخا هكاك ما عمر شي حد خطبها حيت ما كانتش زوينة بحال خواتاتها، ولكن في نفس الوقت ما كانتش خايبة. بقات عايشة في دارهم سنين من بعد ما تزوجوا خواتاتها. واحد النهار خطبها واحد الراجل اللي كبير عليها 22 عام. هذا الراجل سميتو بوشعيب، كان خدام عادي فلاح، كان صعيب بالطبع ديالو وقبيح، كان ديما كيضربها بلا سبب وكيعايرها بانها خايبه، وديما كيقول ليها انه تزوج بها غير باش تخدمه، زعما طيب وتصب ليه واخا هكاك ما عجبو حال. ولكن هي كانت صابره عليه، ديما كتدعي ليه بالهدايه، ما عمرها ما عاودت داكشي اللي كيطرى ليها لشي واحد واخا الام ديالها. كانت ديما كتقول في نفسها واخا قبيح وصعيب راه ما عندي ما غندير، هادشي اللي كتب عليا خصني نصبر وصافي. كل مره كانت كتخرج لشي بلاصه كتغطي وجهها باش ما يبانوش الاثار ديال الضرب، وديما كانت كتمنى تكون زوينه بحال خواتاتها، وهادشي اللي للاسف اثر عليها ورجعت كتحسدهم على حياتهم وعلى الجمال ديالهم. واحد النهار خرجت مريم باش تعمر الماء من البير، وهي كتجبد السطل بانوا ليها 5 ديال الرجال راكبين على العودان جايين لجهتها. وقفوا وحدها وطلبوا منها تعمر لهم يشربوا. عمرات ليهم شربوا شكروها، قالوا ليها بغينا نسولوك، حنا رحنا الحرس ديال السلطان وسمعنا ان في هاد القريه كاين طبيب كيعالج جميع الامراض. وسولاتهم هي واش مولاي السلطان مريض؟ قالوا ليها لا، البنت ديالو هي اللي كلات الحوت ووحلات لها شوكه في حلقها وما قدر حتى شي واحد يعاونها باش تخرج هذيك الشوكه. بقات كتفكر حليمه واحد شويه وهي تقول في نفسها ما كاين حتى شي طبيب هنا في هاد القريه، وهذه هي الفرصه ديالي باش ننتقم من راجلي اللي معذبني واللي كل نهار ضاربني. وهي تهز راسها وشافت دوك الفرسان وقالت ليهم كنعرف واحد الطبيب مزيان لدرجه انه الا قاس الماء كيتجمد بين يديه، ولكن ما غاديش يمشي معاكم حتى تضربوه مزيان. من بعد وراتهم بلاصتو، توجهوا الفرسان لديك البلاصه اللي قالت ليهم. هو يبان ليهم بوشعيب جالس تحت واحد الشجره كيداوي الرجل ديال واحد الخروف، وهنا تاكدوا بان المراه ما كتكذبش، يعني فعلا هو طبيب وكيداوي. قربوا لعندو وسلموا عليه وعاودوا ليه السبب علاش جاو لعندو. تعجب وقال لهم بلي ما عنده حتى شي علاقه بالطب، وطلب منهم باش يبعدوا منه. شدوه وربطوه مع جذر الشجره، قطع كل واحد فيهم عصا من شجره الزيتون وبداو كيضربوا فيه هاك بالك هاك بالك. ومراته كانت واقفه كتشوف راجلها من بعيد، هو كيغوت بحال العيالات، كيغوت وكيبكي. وقالت في نفسها دابا مزيان، دابا برد ليا شويه الحال، غادي تجرب هاد العصا ديال الزيتون اللي كنتي كضربني بها وغادي تعيش نفس المعاناه اللي كنت كنحس بها. من كثرة الالم اللي بقى كيغوت بوشعيب قال لهم صافي انا غادي نمشي معاكم وغادي نعالج الاميره، ولكن الله يرحم لكم الوالدين غير ما حبسوا هاد الضرب هذا. صافي حبسوا الضرب، هزوه ركبوه على واحد العود وداو معاهم للقصر وهو كيتألم من ديك العصا اللي عطاوه. وفاش وصلوه هزوه ودخلوه قدام السلطان. خاف بوشعيب وقال ليه يا مولاي راني قلت للرجال ديالك انا راه ماشي طبيب وما عندي باش نفيدكم. قالوا لي الحراس السلطان هاد الطبيب بحالو بحال البغل، راه ما كيتحركش الا ضربناه بالعصا. هنا فهم السلطان وامرهم باش يربطوه ويسلخوه مزيان بالعصا. تبقى تيقول لهم الشفاعه رسول الله الشفاعه رسول الله. هزوه دخلوه لبيت الاميره وعطاوه صندوق فيه جميع الادويه. فاش شافتو الاميره بديك الحاله وهو كيتالم وكينقز بحال شي قرد، بقات كضحك 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 حتى خرجت ديك الشوكه من الحلق ديالها وهي تنوض من فراشها بخير وعلى خير. فاش سمحها السلطان فرح وجا عند بنته عنقها وبكى من الفرحه. من بعد دار عند بوشعيب وقال ليه ما عرفتش كيفاش غادي نشكرك، ولكن طلب اللي بغيتي. قال لي بوشعيب انا ما بغيت والو اسيدي، بغيت غير شي عربه ترجعني لداري.
جاوبوا السلطان: مرحبا، طلبتي غير الموجود، غنوجدوا لك العربة وتوصلك حتى لدارك، وغتكون هاد العربة عامرة بالهدايا وكاع اللي تشهات خاطرك، ولكن قبل غادي تكون الضيف ديالي لمدة ديال 7 ايام. وفي هذيك الوقت سمعوا المرضى بالطبيب اللي كيعاودوا عليه مزيان وكيداوي كلشي. واللي نقد بنت السلطان وجاو عنده وتجمعوا قدام القصر. كان فيهم العمى، المجراب، الزيزون، المشلول، وطلبوا من السلطان باش يخلي الطبيب يعالجهم. مشى عند السلطان وقال لهم: الناس مرادين وراه كيتسناوك، خاصك دير جهدك كامل باش تعالجهم وغادي نجازيك على كل شيء. بوشعيب ما قدرش يرفض الطلب ديال السلطان، حيت ما قدرش ينسى ديك العصا اللي كلا، وما بقاش عنده الجهد باش يزيد شي عصا واحده اخرى. قال ليه: مرحبا مولاي. وفاش طل من الشرجم شاف بزاف ديال الناس وهما كيغوتوا، خاف وتبدل لونه وقال في نفسه: يا ربي شنو درت في حياتي تيطرى ليا هاد الشيء. دابا السلطان مقتنع انني انا طبيب وغيحسابني على هاد المرضى. شد راسو بين يديه وبقى كيخمم ويفكر مراتو كيفاش كان كيعذبها وكيضربها، وتم عرف ان هاد الشيء اللي واقع ليه هو عقاب من الله. وبدا كيلوم راسو كيقول: علاش كنت كندير معاها هاد الشيء، هي كانت بعقلها وما عمرني ما شفت منها العيب. بقى كيفكر وكيخمم، ما لقى حتى شي جواب لهاد الشيء هذا. ندم بزاف على فعايلو وهز يديه للسما وقال: يا ربي تسمح ليا، انا عاد عرفت بان كل ضعيف عنده ربي اللي كيحميه. وبدا كيبكي وكيشهق. وفي ديك اللحظه شاف واحد طوير زويون وعنده منقار ملون وهز عشبه غريبه، رماها قدامه وقال ليه: جيت باش نعاونك حيت شتبتي وندمتي على داكشي اللي درتيه في مراتك، واليوم غتبين ليا واش ندمتي بصح ولا لا. ودابا معليك غير تاخذ هاد العشبه وتغليها في طنجره كبيره من الماء، ومن بعد غتعطي شويه لكل مريض وغادي يتشافى باذن الله. ومن بعد غتبقى الشربه الاخرى غادي تديها لمراتك، وعندك ثم عندك تشربها انت واخا يوقع اللي وقع. وواحد شويه هو يتختفى داك الطوير. تعجب بوشعيب من داكشي اللي شاف، بقى كيحسب ليه بانه كان كيحلم، ولكن من شاف العشبه في الارض تما عرف بان داكشي اللي وقع راه حقيقه. هزها ومشى عند السلطان وقال ليه: انا غادي ننفذ لك الطلب ديالك، ولكن مولاي السلطان عندي شرط، هو ان هذه اخر حاجه غادي نديرها قبل ما نمشي بحالي. قبل السلطان عفوا بالشرط، ودار بوشعيب داكشي اللي قال ليه الطوير. طلب منهم يجيبوا ليه طنجره كبيره ويحطوها قدام القصر ويعمروها بالماء ويشعلوا تحتها العافيه. فاش غلا داك الماء ربى بوشعيب ديك النبته، وكان السلطان كيشوف كلشي من الشرجم وقال في نفسه: هاد الراجل اما واعر في الطب اولا نصاب، وحده في الجوج. كيفاش هذيك العشبه الصغيره غادي تعالج هاد الناس كاملين؟ المهم ما علينا، انا غادي نشوف شنو غادي يدير. ويا ويلو الا بقى مريض واحد قدام القصر. فاش برد داك الماء هزو وداه لدوك الناس اللي داروا صف، وبدا كيعطي معلقه لواحد، كل واحد معلقه. في الاخر بقات شريبه وحده، هزها ودارها في قريعه صغيره ودخل القصر باش يرتاح. وما جا فين يجلس تسمع الغوات ديال المرضى كيكبروا كيحمدوا الله: الله اكبر الله اكبر الحمد لله والشكر لله. مشى كيجري باش يطل من الشرجم يشوف شنو واقع. هو يشوف المشلول ناض كيمشي والعمى رجع ليه الشوف، واي واحد كان مريض تشافى. جا عنده مولاي السلطان وقال ليه: ظنيت انك انت ما غادي تقدر تعالج حتى شي واحد، ولكن بينتي لي العكس، انت راك من ابرع الاطباء اللي كاينين. هو يجاوب بوشعيب وهو مصدوم، حتى هو بطبيعه الحال ما متيقش:
هذا من فضل الله. هو يشوف السلطان قال دابا تشافات بنتك والناس ديالك تا هما تشافاو، الله يجازيك بخير، خليني نرجع لعند مراتي، راني خليتها بلا نفقه ما تلقى ما تاكل. وافق السلطان وعطاه عربة عامرة بالهدايا كيف وعدو، وزاد عليهم كثر. شد بوشعيب ديك الطريق وغادي لدارو. هو ما كانش فرحان بديك الشيء اللي عطاه السلطان قد ما كان متشوق يشوف مراتو حليمة. فاش وصل الليل لقى راسو ضرب النص في الطريق، حط الرحال ديالو وجلس باش يرتاح ومشى كيجمع الحطب باش يشعل شويه العافيه. هو كيجمع داك الحطب هي عضاتو الفعه في صبعو، بقى كيغوت من كثرة الحريق وقال صافي انا هذه هي الاخره ليا، غادي نموت بهاد الفعه المسمومه. هو يتفكر ديك الشرب هاد الماء اللي عنده، بقى كيستغفر الله وقال انا وعدت الطير بانني ما غاديش نشرب من هاد الشيء هذا وغادي نديه لمراتي، كنفضل نموت وما نشربش هاد الدواء. حزم صبعو واتكى على الشجره وبدا كيحس بالدوخه. هو يجي عند الطوير وقال ليه انت فعلا راك تبتي ليا بانك ندمتي وبقيتي على الوعد ديالك، كون شربتي من هذاك الدواء كنتي غادي تموت في الحال. هذا راه مكتوب لمراتك المسكينه، حيت ربي بغى يجازيها على الصبر اللي صبرات معاك، وخاصك تعرف ان هذا الدواء غادي يرجع مراتك احسن وحده بحال الحور. قال ليه بوشعيب وهو مقلق ولكن ربي ما مكتبليش نعيش معاها بسبب هاد العضات اللفعه، انا غادي نموت قبل ما نشوفها كيفاش ولات. ضحك الطوير وقال ليه نوض على سلامتك وسير لدارك، راه ديك اللفعه ما فيهاش السم، هذيك غير تجربه باش نشوفك واش مخلص لمراتك ولا لا، واش فعلا ندمتي على داكشي اللي درتي ولا لا. هو اختفى الطوير كيف العاده. داز شويه ديال الوقت ما بقاش كيحس بوشعيب بداك الحريق اللي كان في صبعو، وتاكد من كلام الطوير وانه فعلا غادي يبقى مع مراتو حتى يشوفها كيفاش ولات بفضل الله. ركب بوشعيب العربه ديالو وكمل الطريق تا وصل لدارو وشاف مراتو من بعيد وهي كتدور ريحه وكتغني فينك يا بوشعيب توحش نسمع صوتك في الدار. بقات كتنزل الدموع ديالو وقال في نفسه شحال كنت غالط في حقها وربي عطاني مرا كامله مكموله، يا ربي تسمح ليا وتغفر ليا. فازت قرب ردات ليه البال حليمه ونادت كتجري عنده باز ليها راسها وهي تتعجب منه حيت ما موالفاش ليه يتعامل معها مزيان. قال ليها من اليوم انت هي مراتي وتاج راسي، وجبت لك بزاف الهدايا من قصر السلطان، وجبت لك حتى هاد الدواء اللي غيخليك نشيطه وفرحانه وبصحه مزيانه. خدات حليمه داك الدواء وشرباتو ودخلت توجد ليه ما ياكل، وفاش كملات عيطات عليه اجي يا راجلي العزيز راه وجدت لك الشهيوات المتنوعه واللي كيعجبوك. فاش دخل بوشعيب شاف مراتو تصدم بقى غير حال فمه وقالت ليه مالك واش ما عرفتينيش انا راني مراتك حليمه ويلي بغيت بدلت عليك. جاوبها ما قادرش نطيق، رجعتي بحالك بحال الاميرات، شوفي رجعتي بحال الحور. مشات حليمه كتجري هزات المرايه وشافت راسها بقات كتعجب حتى هي تصدمات داك التغيير اللي وقع ليها. قال لها بوشعيب ربي يعوضك على الصبر ديالك، انا ما كنتش كنتعامل معاك مزيان وكنعذبك وكنطلب الله يسمح لي على كل شيء. جلسوا ياكلوه هما فرحانين وما مصدقين شنو وقع وعاشوا في سعاده وفرح. وهذه هي النهايه ديال قصتنا. كنتمنى الى عجباتكم تخليو ليا شي كومونتير زوين وما تنساوش تابوناو. خليتكم على خير.